NBC News in depth tonight, the most wanted terrorist in the world, Osama bin Laden, charged as a mastermind of the deadly bombing. لعقود تصدر اسم أسامة بن لادن وبعده أبو بكر البغدادي عناوين الصحف ونشرات الأخبار بوصفهما أكبر المطلوبين للولايات المتحدة. لكن ماذا لو قلت لكم أن فتاة أمريكية يسارية في العشرينيات من عمرها تمكنت من إحداث رعب غير مسبوق في أمريكا خلال سبعينيات القرن الماضي؟ Medium for this message was a tape recording, reputedly by the fugitive Weatherman leader Bernardine Dohrn. It came by mail this morning in New York to the Youth International Party, the Yippies. Sisters and brothers, a year ago we blew away the Haymarket Pig statue at the start of the youth rally. حيث تمكنت وجماعتها المسلحة من تفجير وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين، بالإضافة إلى مقر الكابيتول حيث الكونغرس والمحكمة العليا، فضلا عن استهداف العديد من مراكز الشرطة ومراكز تسجيل الجنود. نتحدث هنا عن زعيمة ويذر أندرغراوند برناردين دورن. برناردين دورن وهي ناشطة أمريكية مثيرة للجدل، اشتهرت بدورها القيادي في مجموعة ويذر أندرغراوند في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. كان دورن واحدة من أكثر أعضاء ويذر أندرغراوند شهرة وإثارة للجدل، وقد تم تصنيفها على قائمة FBI العشرة الأكثر طلبا ولسنوات. ولدت دورن في ويسكنسن عام 1942 وكانت طالبة مميزة في المدرسة الثانوية، حيث كانت قائدة فريق التشجيع وعضوة في مجلس الطلاب. التحقت بجامعة شيكاغو حيث درست العلوم السياسية والقانون، وبالإضافة إلى وسامتها وجمالها المفرط انضمت دورن في عام 1965 إلى منظمة Students for Democratic Society SDS، وهي تعني بالعربية الطلاب من أجل مجتمع ديمقراطي، وكانت منظمة طلابية نشطة في الحركة المناهضة للحرب ككل. في عام 1969 أسس دورن وزوجها بيل آيرز ويذر أندرغراوند، وكانت تضم مجموعة من النشطاء المسلحين الذين عارضوا الحرب في فيتنام. استخدمت المجموعة المسلحة الشبابية في البداية اسم ويذرمان تيمنا باسم مأخوذ من سطر في أغنية لبوب ديلان، لكن قررت المجموعة لاحقا تغيير الاسم إلى ويذر أندرغراوند. نفذت المجموعة سلسلة من الهجمات التفجيرية، بما في ذلك تفجير مكتب تجنيد للجيش الأمريكي في شيكاغو عام 1969 وتفجير البنتاغون عام 1972. في 29 من يناير عام 1975 هز انفجار مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن العاصمة، وعلى العموم لم تتسبب تفجيرات المجموعة بسقوط العديد من الضحايا، إذ كثيرا ما كانوا يتصلون قبل التفجير بدقائق ليبلغوا بوجود قنبلة. A federal grand jury in Detroit today charged the 13 top leaders of the Weathermen with plotting to bomb public buildings in Chicago, Detroit, New York, and Berkeley, California. The Weathermen are the militant. في عام 1970 وبسبب نشاطاتها تم إصدار أمر اعتقال بحق دورن من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي. تخفت بعدها تحت أسماء متعددة وعاشت في حالة فرار من العدالة لمدة 10 سنوات. خلال هذا الوقت أنجبت دورن 3 أطفال من زوجها آيرز. وأخيرا وفي عام 1980 خرجت دورن من تحت الأرض وعادت إلى الحياة العامة. اعترفت بجرائمها المتعلقة بمجموعة ويذر أندرغراوند وحكم عليها بالسجن لمدة 2 فقط. بعد إطلاق سراحها من السجن أصبحت دورن ناشطة في مجال العدالة الاجتماعية، عملت في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الأطفال.
ظل الجدل يحوم حول برناردين وزوجها ويليام ايرز، ولعل التركيز على العلاقة بين ايرز والرئيس الأسبق باراك أوباما كان من أهم محطات هذا الجدل. 10 years ago, he served and I served on a school reform board that was funded by one of Ronald Reagan's former ambassadors and close friends, Mr. وإلى اليوم يختلف كثيرون بين من يرى برناردين كإرهابية وبين من يراها اليوم ناشطة إنسانية. We're deeply involved because NATO is a global secret cabal. It is the military arm of the global 1%.